السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل ملاح. قبل ما نبداو كالعادة صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم جبت لكم الوصفة تاع الكارانطيطة. هنايا كنت نسيت ما درتلهاش الكمون، كنت نديرها في الكمون، يعني كنا كلينا منها تلموجة بنينة بزاف بزاف. حاعطيكم الوصفة الأصلية ولا الوصفة اللي تتباع في المحلات. أول حاجة نديروها نجيبو البول تاعنا. هنايا رابح راه يعاوني في الكارانطيطة، يعني هو اللي هوتلو وراح قضالي وقال لي ديريها لي يا ماما. هنايا عندنا زوج كيسان تاع الحمص مطحون، تاع الحمص تاع الكارانطيطة كما راكم تشوفوا. هاد الكارانطيطة تجي بزاف بزاف بنينة سورتو مع الهريسة. هنا عندي ملح، عندي ايضا الزيت كما راكم تشوفوا، يعني ملحقش النص تاع الكاس. هنا نجيبو الماء تاعنا، يعني وصفة سهلة وتوالم واقتصادية. كما على بالنا احنا الشعب الجزائري كامل يحب القرنطيطة، ويعني معشوقة الجماهير. هنا عندي الريتلة الأولى تاع الماء، ولا نصف ريتل عفوا. هنا بديت بنصف ريتل، نص ريتل تاع الماء. نخلط مليح بالفوي. فوالا كيما راكم تشوفوا رابح هو اللي حب يطيب هاد القرنطيطه. هنايا نروحو نخدموها بالبراميكسور باش ما يبقاوش هذوك الحبيبات، يعني نطحنوها مليح مليح بالبراميكسور ونكملوا الخطوات مع بعض. هنا بعد ما طحنتها ودوك الحبيبات تجنسوا كامل، نروح نجيب نصف الليتر اللي بقى. كيما على بالنا 400 غرام تاع القرنطيطه تدينا 2 لترات ونص تاع الماء، ولا 2 لترات فوالا هكذاك 2 لترات ونص تاع الماء. نخلطو هنايا، يعني هنايا ضفت لتر واحد تاع الماء. نروح نزيد نجيب كاس تاع الماء كيما راكم تشوفوا هكذا، لتر وكاس تاع الماء في 2 كيسان تاع القرنطيطه. يعني جات ما شاء الله، جات شحال بنينه. هنايا نخلوها تريح على جنب واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه. نروح نجيب السنيوه تاعي. هنايا السنيوه تاعي كنت دهنتها بالزيت ودرتها سخنت كيما راكم تشوفوا، ونفرغ القرنطيطه تاعي كامل ونحركها مليح، يعني ما نخليش هذاك اللي تقاعد يبقى لنا في واحد البلاصه. نخلطوها مليح ونرجعوها للكوشه تاعنا. انا هنايا يعني كيما راكم تشوفوا شديتها فقط باش نشوف الا سخونه ولا نطيق نحمل الحراره تاعها. نرفد السنيوه تاعي نعاود ندخلها للفور. هنايا كنت شعلت الفور تاعي من قبل بواحد 40 دقيقه باش يسخن مليح. هنايا الفور تاعي يعني يشعل من تحت ومن بعد يعني نشعله من تحت سخن، نطيبها من تحت ومن بعد نشعلها من فوق تحمر. الا كان الفور تاعكم نتوما يشعل من تحت ومن فوق، شعلوها يعني من تحت ومن فوق، خلوها تطيب في غرضها. هاي اللي كان بعد ما طابت. هنا درت لها شويه زيت زيتون من الفوق. هنا كنت نسيت ما درت لهاش الكمون، يعني حتى درت لها هريسه في الخبز ودرتها باش تفكرت الكمون على هذيك اللي وريت لكم بدايه الفيديو. فوالا كما راكم تشوفوا درت كامل الهريسه للخبز تاعي. ونجيب القرنطيطه نبدا نديرها لهم في الخبز. هنايا شوفوا مازالت سخونه شويه، يعني هي كي تبرد راح تثقل وتشد روحها. هي كي تقدم ما تقدمش سخونه، يعني خلوها انا عاودت وليت خليتها حتى ريحت شويه، يعني خلوها تكون دافيه ماشي سخونه باش تشد روحها وتقدروا ترفدوها. فوالا بهذه الطريقه انا خدمنا كارانطيطه ولا خدمنا معشوقه الجماهير كما اللي تنباع في المحلات. ان شاء الله نال اعجابكم، وما تنسونيش باللايك والاشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل شيء جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.